ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا مدام سحر، عندي 38 سنة، متجوزة ومعايا طفلين، وعايشة في عمارة في الدور التالت. عندنا شقة. جوزي مش قاعد معايا لظروف شغله، عايش في دولة الامارات، وانا عايشة لوحدي مع اولادي. وجوزي بينزل اجازة كل 4 شهور او كل 6 شهور، على حسب ظروف شغله وعلى حسب الوقت اللي بيقدر يقضيه او ياخده اجازة وينزل لنا. المهم ان هو بيخاف عليا جدا، لدرجة انه بيخلي البواب يشتري لنا اي حاجة احنا محتاجينها، ومش بيخليني انزل اشتري اي حاجة من الشارع. على كلامه انه بيخاف عليا وبيغير عليا جدا، وبصراحة هو ما كانش حارمني من اي حاجة، لدرجة ان لو كنت طلبت منه لبن العصفور كان بيجيبهولي. بس طبعا ده كله ما يعوضش حرماني ولا يملى النقص والحرمان والاحتياج اللي عندي في غيابه. المهم ان جوزي فضل متغرب اكتر من 3 سنين، كان بيتردد بيجي وبيروح، وظروفنا المادية استقرت وبقت حلوة جدا. فقلت له في يوم من الايام، قلت له خلاص انزل يا خالد واقعد جنبنا وشوف لك اي مشروع هنا. وهو رفض رفض تام، وما قدرتش عليه، وحاولت اكتر من مرة ان انا اخلي اهله يتوسطوا في الموضوع ده، وكلمت مامته اكتر من مرة، وكلمت باباه، وكلمت اخواته، لدرجة كمان ان انا كلمت اصحابه انهم يتكلموا معاه ويقنعوه ان هو ينزل يستقر في مصر خلاص. هو رفض رفض تام، وكل ما حد يتكلم معاه يقول لهم 2 3 وهجيب مراتي هي وولادي يعيشوا معايا هنا، انا مصر مش هنزل اعيش فيها تاني. المهم اني فضلت متحملة وصابرة على امل ان هو في اقرب وقت هيسحبنا معاه ونعيش هناك. وبصراحة الوقت ما كانش هاين، لان كان في احتياجات كتير انا محتاجاها، وكان عندي نقص كتير، ان جوزي مش جنبي، وانا ست وعمر صغير. يعني العمر ده بيبقى اكتر عمر الواحدة محتاجة ان جوزها يبقى قريب ليها. وبصراحة البواب كان بيطلع، كان شاب كده جميل، كان بيطلع يقضي لي كل مصلحتي، اي طلب انا بحتاجه برن عليه يجيبهولي، ما كانش بيأثر معايا خالص. وكمان لما كنت بحاول اديله فلوس على المشوار اللي هو بيروحهولي كان بيقول لي عيب يا مدام، انت زي اختي الكبيرة. المهم انه كان شاب جميل وخدوم جدا. وبعدها بفترة طويلة عدى اكتر من 7 شهور، صحيت الصبح لقيت رقم غريب بيتصل عليا. فلما فتحت كانت هنا الصدمة، لقيت ست كبيرة بتكلمني وبتقول إن جوزي متجوز بنتها وكمان أخدها تعيش معاه، ومتجوزها بقاله أكتر من 2 سنين. وهنا كانت الصدمة بجد، إن خالد جوزي طلع متجوز عليا وبقاله أكتر من 2 سنين، وسايبني أنا هنا عايشة في حرمان وحيدة أنا وأولادي. ولما تواصلت معاه علشان أواجهه أو أعاتبه هو إزاي يعمل كده، قال لي أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، وإن ما سكتيش هتجوز التالتة كمان عليكي. وبعدها طلبت الطلاق وهو رفض يطلقني، وأبوه فضل يهد فيا وبيقولي خلاص هو بس ينزل وأنا هخليه يخلص مراته التانية دي ويرجع يعيش هنا، ومش هخليه يسافر تاني. بس بصراحة لما كنت بتكلم مع خالد كان عامل الموضوع عادي، يعني اللي هو ايه، لا دي خلاص التانية دي مراتي وهجيبها تعيش معانا، او ممكن اخد لها شقة كمان فوقينا. بصراحة انا اتصدمت واخدت فترة كبيرة مصدومة، لدرجة ان كنت متابعة مع دكتور نفسي وكنت بتعالج نفسي. ما كنتش متخيلة ان خالد جوزي ممكن يعمل كده. وصلت لمرحلة صعبة جدا في حياتي، لدرجة ان كان كل حاجة عندي خلاص بقت عادي. المهم انا قلت ايه بقى، اهم حاجة خلاص كل حاجة بقت عادي، فاهم حاجة عندي اولادي ونفسي، وهعيش بقى براحتي. فاتصلت بكريم البواب وقلت له يا كريم اطلع لي علشان عايزاك تجيب لي شوية طلبات. وانا بصراحة كنت عايزاه يجيب لي طلبات فعلا. فلما طلع جاب لي الطلبات كان بيبرق لي جامد وبيبص لي كده من فوق لتحت كأن في حاجة غريبة بتحصل. المهم اديته الفلوس وقلت له هات لي كذا وكذا وكذا الطلبات اللي انا عايزاها. قال لي خلاص تمام، سابني ومشي وغاب اكتر من ساعة. ولما رجع اداني الطلبات في ايديا واداني الباقي، وقال لي يا مدام في حاجة غريبة. قلت له ما غريب الا الشيطان يا كريم، في ايه؟ قال لي انت وشك متغير وخاسة جدا وشكلك زعلانة من حاجة، في اي حاجة انا اقدر اساعدك فيها؟ قلت له والله يا كريم يا ريتك تقدر تساعدني، لكن للأسف الموضوع ده ملهوش اي حل
ولا ينفع انك تساعدني فيه في اي حاجة. قال لي ليه بس يا مدام؟ قوليلي بس معاكي ايه وانا وعد هساعدك. المهم بصراحة فتحت له الباب وقلت له طب ادخل يا كريم. ومن هنا بدأت أحس بشعور غريب جدا، أول مرة أحسه. المهم إنه دخل، وأنا دخلت المطبخ عملت له شاي، وقعد معايا أكتر من ساعتين، وحكيت له الموضوع من أوله لآخره، وقلت له إن جوزي اتجوز عليا وأنا نفسيتي تعبانة ومعرفش أعمل إيه، وبتعالج وباخد علاج. قال لي بصراحة الموضوع ملوش حل يا مدام، وحاولي إنك تتأقلمي وتعيشي وخلاص، وجوزك ده ربنا يسامحه، لانه برضه سايبك هنا وانت عمرك صغير، وبصراحة انت جميلة، يعني انا لو مكانه مش هسيبك واسافر. قلت له لو انت مكان جوزي هتعمل ايه تاني يا كريم؟ قال لي لو انا مكان جوزك مستحيل اسيب القمر ده واسافر، ده انا هقعد معاكي ليل نهار، حتى الشغل مش هروحه. المهم بقول له مش هتروح الشغل ازاي يا مجنون؟ امال هتصرف عليا ازاي لو انت جوزي؟ قال لي مش مهم، المهم ان احنا نقعد مع بعض وخلاص. فقعد ضحك معايا شوية، واخدنا اكتر من ساعتين نحكي ونضحك مع بعضينا، وبصراحة خرجني من الجو اللي كنت فيه والحزن والاكتئاب. المهم اني بدأت اتعلق بكريم، وكان بيجيلي كل يوم يجيب لي الطلبات اللي انا عايزاها، وبفتح له الباب يقعد معايا اكتر من ساعتين، يحكي لي ظروفه ومشاكله وانا احكي له ظروفي ومشاكلي. لحد ما جيت في يوم قلت له يا بخت مراتك بيك، اكيد مراتك مبسوطة جدا. قال لي والله يا مدام مراتي دايما غضبانة عند بيت ابوها. قلت له ليه يا كريم كده؟ ده انت حتى يعني شاب كويس وشايف مصلحتك وشغال، وكفاية انك بترجع اخر النهار تقعد في بيتك وسط عيالك ومراتك بتبقى جنبك. قال لي مراتي دايما عندها مشاكل ومش بتخلص حوارات، وبصراحة مقصرة معايا جدا. فلما تعمق معايا شوية في الكلام وبدأ يفتح لي قلبه ويحكي لي ايه هي المشاكل اللي بينه وبين مراته، فقال لي ايه؟ قال لي ان مراته دايما عندها مشاكل في العلاقة، ومش بتحب العلاقة معاه لان هو دايما بيحب العنف في العلاقة، وهي للأسف مش بتحب العلاقة لما يكون فيها عنف. المهم قلت له خلاص يا كريم، مراتك مش بتحب العنف في العلاقة، خليك حنين عليها. فرجع رد عليا وقال لي للأسف يا مدام أنا ما بستمتعش غير وأنا عنيف، والعلاقة ما بيكونش ليها طعم معايا إلا لما أكون عنيف، لدرجة إني بفكر أتجوز عليها لأنها مقصرة معايا جدا. وبصراحة لما قال لي كده أنا حسدتها فعلا عليه، وهو كان بيقعد فترة كبيرة يتكلم معايا وأنا بتوه في الكلام اللي هو بيقوله، يعني ممكن أركز في شكله ووشه وأنسى هو بيقول إيه. فجي في مرة سألني قال لي مالك مبلقة فيا ومش بتردي؟ فقال لي ليه بس يا مدام؟ قلت له لاني انا مش طايله اي حاجه، لا بعنف ولا بحنيه، وجوزي بعيد عني بقاله اكتر من 4 سنين او 5 سنين، بيتردد بس بيجي اسبوع او 10 ايام ويمشي، ما بلحقش اشبع منه ولا بلحق اشبع من العلاقه. فبدأ كريم يحط ايديه على كتفي ويطبطب عليا ويقول لي معلش يا مدام. واول ما بدأ يلمسني انا جسمي كله بدأ يترجف ويسيب، وما قدرتش اتلم على جسمي. فكريم بدأ يقرب ليا ويقول لي ما تخافيش انا جنبك، وفجأة بدأ يحط ايديه حوالين رقبتي، وهنا ايديه التانية دخلت جوه صدري، وانا بصراحة ما كنتش قادرة اتكلم وسلمت خالص، جسمي كله ساب وما بقتش قادرة اتكلم. وراح مخلعني الهدوم اللي فوق، كنت لابسة بلوزة، راح مخلعني البلوزة وبدأ يبوس فيا. بدأت أحس براحة رهيبة وسلمت له نفسي ونمت على ظهري، وهو قام نام فوقيا وراح مطلع صدر الاتنين ومسكهم بإيديه وفضل يقطع ويمصمص فيهم كأنه كان محروم، وأنا كمان بصراحة كنت محرومة فعلا. وكريم بدأ يمشي إيديه في كل حتة في جسمي وراح مخلعني هدومي كلها. وهنا بدأت العلاقة كاملة، وبدأ ان هو يدخل بتاعه جوايا، وكمان بدأ يقول لي ايه معلش يا مدام اتحمليني نص ساعة بس لان محروم وتعبان جدا. المهم قلت له خد راحتك يا كريم، كده كده العيال نايمين. وكريم ما صدق، مسكني فضل يرزع فيا يرزع فيا يرزع فيا، وانا ما كنتش عارفة اصوت من الألم ولا من المتعة. قعد اكتر من ساعة يقلب فيا على السرير يمين وشمال ويرزع فيا، وانا خلاص فرهدت، تعبني جدا، خلاني جبتهم اكتر من 3 مرات ورا بعض، وهو كان بيجيبهم وما بيرضاش يقولي، كان بيكمل تاني. وبصراحة
أنا كنت تعبت جدا لأنه كان عنيف جدا، وبدل ما كنت بقول يا بخت مراته بيه، بقيت أقول كتر خيرها معاه، لأنه وأنا نايمة على بطني كان بيرزع فيا جامد، حتى بيضربني بإيديه على فخادي من ورا. ولما اتقلبت على ظهري وهو فتح رجليا وبيدخل فيا، كان بيمسك صدري ويقطع فيه. وبعد ما خلصنا العلاقة بصيت لقيت شعري مبهدل جدا، ده كمان كان بيمسكني من شعري لدرجة ان شعري طلع في ايديه. واليوم ده رغم ان كريم ألمني جامد، رغم انه كان من احسن الايام اللي قضيتها في حياتي، لاني كنت محرومة واتبسطت جدا. وانا مش عارفة ده كله حصل ازاي. بدأت احس بالندم بعدها، بس جوزي الله يسامحه هو السبب في ده كله. ودي كانت قصة المدام وكريم البواب. أتمنى ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم منا كل جديد.